بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 20/5/2023. لواء أمن معاش أنس عمر محمد. عملت في مختلف أنحاء السودان وعملت مجاهد في جنوب السودان، وتم التخطيط لتغيير حكومة حمدوك منذ وقت مبكر، الحكومة الأولى والحكومة الثانية والحكومة الثالثة، وذلك بمظاهرات والمسيرات والمواقف والتعبئة، حيث كنا مسؤولين ومشرفين على تعبئة المواطنين والجماهير لإسقاط هذه الحكومة. وكان التنسيق مع قيادة الجيش البرهان والكباشي وياسر العطا ومرغل إدريس، وهم الذين حددوا ساعة الصفر ووقت التنفيذ. وتولينا قضية تعبئة المواطنين والجماهير، وبلغت هذه التعبئة ذروتها في رمضان، وتولينا تعبئة المواطنين في محليات الخرطوم ال7 وفي ولايات السودان المختلفة بقصد إسقاط هذه الحكومة. كما أن الاتفاق الإطاري قرر المؤتمر الوطني رفضه وإسقاط ما ينتج عنه، وذلك بتعبئة كذلك الجماهير وباستثارتها ضد الحكومة القائمة.